هذه تجهيزات لمقبرة يهودية جديدة في منطقة إيلات الإسرائيلية المجاورة للعقبة الأردنية وطابة المصرية على البحر الأحمر. المقبرة توسعت كما يبدو على آثار مقبرة إسلامية حسب مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية التي كشفت الأمر بعد أن أبلغها عمال به. المقبرة تحتوي على رفات أموات مسلمين وجماجم وعظام أيدي وأرجل. وفي ضمن المقبرة التي تكشفت مع عمليات حفر قبور يهودية في المنطقة تم العثور على ما يشتبه أنه مقبرة جماعية لأموات مسلمين. هل هناك عظام أخرى؟ نعم، هناك حيث تقف. انظر، سر 10 أمتار من هنا و10 مثلها هناك، وعد إلى تلك الكومة. كل هذه المنطقة فيها عظام. رفات أموات مسلمين، تقول مؤسسة الأقصى التي زار مسؤولوها الموقع عدة مرات في الأيام الأخيرة ووثقوا ما شاهدوا. والشاهد بقايا من الذكر الحكيم كانت بين ملابس من دفنوا فيها. الملابس زي عسكري مما يؤكد أن أصحابها كانوا من العسكر، وقد تناثرت عظامهم على نطاق واسع. ربما هم من ضحايا حرب عام 48 بين العرب وإسرائيل أو قبل ذلك، ومن غير الواضح ما إذا سقطوا في قتال أم أعدموا. مؤسسة الأقصى بعد أن راجعت بلدية إيلات سارعت إلى استصدار أمر من محكمة الصلح فيها يمنع تنفيذ أي عمل في المقبرة ومحيطها القريب، وذلك على الرغم من نفي محامي البلدية أن تكون المقبرة إسلامية. وناشدت المؤسسة الجهات الرسمية والشعبية في الدول العربية والإسلامية تقديم أي معلومات من شأنها الإفادة في توفير أجوبة قاطعة حول حقيقة هذه المقبرة والمدفونين فيها. وليد العمري، الجزيرة، القدس الغربية.